فيديو اليوم راح يكون متنوع شوية. راح يكون فيه تخطيط للشهر الأول من العام الجديد. أنا ما نحبش ندير تخطيط تاع العام، يعني تاع عام 2023. أنا نحب ندير التخطيط اليومي والتخطيط الشهري، يعني مانيش من الناس اللي تحب تدير التخطيطات تاع العام، لأنه نحس ما عنديش الصبر. مي التخطيط تاع اليوم راح يكون على الشهر الجديد. شهر جديد اكيد راح نكمل في الروتين الطبيعي اللي كنت ديجا مدايراته، لانه حسيت انه اي حاجه راح تحتاج صبر. اوكي، واهم شيء في روتينكم انكم تداوموا عليه، يعني يحب يقول ماشي نبدا حاجه ومن بعد نحبسها، نو، لازم تبقاي مداوم عليه وراح تشوفوا النتائج. انا عندي نتائج كتبتهم اليوم، كاين حوايج تغيروا، كاين حوايج زادوا، كاين حوايج قللت منهم، شغل اشياء سلبيه قللت منها، وكاين اشياء ايجابيه استفدت منها في عام 2022. ودوك راح نقول لكم بعض الاشياء اللي تعلمتهم او استفدت منهم في عام 2022. خلوني نقول لكم سريعا الحوايج اللي تعلمتهم في 2022. اولا تعلمت، بما انه حاليا عندي عام اللي تزوجت، تعلمت اني نرفد مسؤولية المنزل، نهز مسؤولية الدار، مسؤولية الزوج، المهام، الماكلة، الطياب. حب يقول هاد الحوايج بكري ما كنتش نديرهم بزاف، ساشو كنت نقرا ميديسين، ما كنتش با نلقى وقت اني ندير هاد الحوايج. كانت ماما تساعدني بزاف، ربي يحفظها لي. مي دوكا حاليا تحتمت اني ندير هاد الحوايج وحدي. الحمد لله، يعني زوجي ساعدني، لكن تعلمتهم، كان لازم، تحتمت عليا وتعلمتهم. دوزيام شوز اني نقرا كتاب كل شهر. في العام الماضي 2022 حاليا لقيت باللي قريت بزاف كتب وتغير مفهومي وتغيرت بزاف اشياء كانت وكنت حابة نتخلص منها، والحمد لله تخلصت منها سلبية يعني. وكانت أشياء إيجابية اكتسبتها، وكان الفضل لهذه الكتب. دونك الحمد لله، الحمد لله أني ركزت على هذه الكتب. اوكي، I started يوتيوب. هذه يا سوزي وورد، اليوتيوب اللي راكم فيه حاليا. هذا اليوتيوب بديته جو بونس في عام لا، في شهر جوان 2022 او ماي. على كل حال اليوتيوب هذا الحمد لله قريب يوصل 1000 مشترك، وجامي توقعتي بون. وعندي قناة يوتيوب أخرى اللي اسمها الله هو الحب. قناة يوتيوب دينية، يعني فيها قرآن، فيها أحاديث، فيها خطبات وهذه الأشياء. المهم هذه القناة كانت الحمد لله شغل، هذه نكسب بها ناس والأخرى نكسب بها ناس وحسنات. الحمد لله وصلت 1000 مشترك. هي ثاني بديتها في 2022، هي قديمة شوية، القنوات لي دو قدم، مي بديت نحط فيهم في 2022. والله هو الحب هي أعز قناة عندي وأفضل قناة عندي، ومستحيل نخليها. اوكي، الشيء الثالث اللي تعلمته I start saving money. بديت نجمع دراهم، بديت نطم ولا نخبي دراهم، لانه كانت عندي مدة وين ما كنتش نعمل. وفت باركوا لي اليوم اول يوم عمل، لكن مازال ما رحتش نبدا على 12. دونك و راح نحكي لكم سريعا كيف حتى بديت هذا العمل. راح نخدم فوندوز اون فارماسي، ولا كان شفيتو حطيت لكم كيفاش تخدموا السي في، كيفاش تبارطاجيو. درت معكم الخطوات واحده خطوه واحده. وفينالمون ستاجيت شهر ونص، ومن بعد خدمني عنده. دونك ما تأيسوش. اوكي اوكي. ان فات جو سي راح تقولوا لي كيفاش تي طبيبه ان فات مازال ما لقيتش لو بوست اللي راني نحوس عليه. يجي دو شوا، عندي اختيارين، سواء اني نقعد في الدار، سواء اني نديباني روحي. اون بليس مادام هالشهريه مليحه، دونك كيف الخدمه تاع ميديسين جينيراليست، كيف الشهريه تاع لا فارماسي. دونك الحمد لله
شهريه شغل انا دارني كونفورماسيون. اوكي، باش ما تقولوليش من بعد كيفاش هو ما خلصنيش مليح وانت خلصك مليح. اون توكا الحمد لله بديت نجمع دراهم. حاولت اني المره الجايه ان شاء الله راح نفتح معاكم، عندي واحد نوعا ما حصاله، مي مازال ما خليها كي تتعمر راني نفتحها معاكم ايتو. و اي مانجت حاجه كانت حاجه سلبيه بزاف هي اللي هي التهويل والفزع. يعني حب يقول تكون حاجه صغيره انا نتخلع بزياده، يعني نكبرها قراف. هذه شفيت بدات لي في لا بيريود نتاع كوفيد كي كنت نخدم في لوبيتال. اون فيت كانت الانترنات تاعي في لا بيريود تاع كوفيد، وفي هذيك لا بيريود شفت بزاف ناس ماتوا قدامي. اوكي، يعني هذه حاجه بسيكولوجيك، حاجه بسيشيك شويه. ثم شفت بزاف ناس ماتوا قدامي، وليت كين وسيرتو اني كنت نخدم ونروح للدار. يعني حب يقول نشوف بابا يسعل مثلا، يسعل برك نموت ونخلص عندكم، نقتلهم بلي تيزان، نقتلهم بلي ميديكامون، نقتلهم ليسونسيال ابراو عندكم. تالمو شفت بزاف ليكا من وراها وليت درك ما زلت فيا هذه الحاله. لو كان نسمع بابا ولا ماما جوست يسعلوا ولا. وهذه قلتها لكم باسكو ما عندهمش بزاف، كانوا هنا عندي وبابا مرض، وانا قلت لكم بلي كنت مريضه وحسيت بلي مرض في اون فات هو كان مرض، يعني ماشي انا السبه. مي تبقى لي هذيك الخلعه عن بالكم في الليل نكون راقده جست نسمعوا قال انا ناض راه المسكين لي تيزان لي هكا. اون توكا ربي يشفي بون المرضى كامل. وما فهمناش، والله ما فهمنا يعني. كيما المره هذه ما فهمناهاش اسكو كوفيد او فيت راني نسمع باسكو حطيت شنو حطيت ماكله طيب، وراني نسمع اسكو تحرقت ولا لا باش اذا تحرقت نروح نجري نطفي عليها. اون توكا باش تعلمت من وراء تعلمت هذه اني المناجي التهويل والفزع الحمد لله. يعني ماشي نقول لكم مناجيتها 100% بصح واحد 80%. دونك الحمد لله. تعلمت بزاف عدوى. يعني يحب يقول انا في لا بيريود اللي كنت نقرا فيها، حاليا عندي عامين من اللي تخرجت، مي في لا بيريود اللي كنت نقرا فيها كانوا عندنا بزاف، مازال ما لحقتش عامين. مي اون فيت كانوا عندنا بزاف لي ميديكامون اللي قريناهم سوا صرا لهم غيبتور، كاين دي جينيريك جدد تخرجوا، كاين حوايج هكا تبدلوا. دونك كان لازم اني نزيد نشوف واش خرج جديد واش سي بور سا كنت نستاجي في لا فارماسي باش نزيد نتعلم. اوكي. تعلم ثاني مساج I helped some people. هذه قاعدة عندنا أنا وزوجي أنه كل شهر شغل منين تدخل الشهرية راح نحي واحد لاصوم هكا نصدقوها. دونك الحمد لله نقدروا نقولوا عاوننا بزاف ناس. وما تجوش تقولوا لي رياء ايتو باسكو ماشي نقول لكم شحال ولا لمن. دونك انا راني مدلكم في الفكره، هذه الفكره طبقناها والحمد لله. يمكن نتوما ثاني تساعدكم وتعجبكم وتحبوا تطبقوها. الشيء اللي راني فخوره جدا اني درتو اني حفظت جزء ان فات، حفظت 7 احزاب، يعني حفظت جزء كبير من القرآن الحمد لله. وهذه كانت انه كل شهر نحاول نحفظ 4 5 احزاب. وتقدروا تقولوا بلي صفحات، وتقدروا تقولوا باللي كنت حافظه شويه سيرتو هذوك الصور الاولين عندنا 2 احزاب 3 احزاب. دونك الحمد لله بزاف اني حفظت. و حاولت نغير بزاف حوايج. اوكي. خاصه في شخصيتي كما كنت نقول لكم الكتب اللي قريتهم. بزاف كتب كي كنت نقراها كنت نخليها كنت نقراها على جالي انا. اوكي، زعما نشوف باللي نحتاج عندي هكا مثلا مشكل في الصبر نقرا كتب على الصبر، عندي مشكل في حاجه نقرا كتب على هذيك الحاجه. وهكذا بشوي بشوي اكتشفت اني مانيش وحدي في الدنيا وما كنتش وحدكم، وبشوي راح تغيروا اشياء. لكن نعاود نقول اهم شيء هو المداومه. ماشي كي جاز 2022 سي بون وتحبوا 2023 تبداو تكونوا نافحينيتو ومن بعد بشوي بشوي قالش الاخر التفتير والهمه. اوكي، ان شاء الله ربي يوفقنا للعام الجديد.
إن شاء الله يجوز علينا عام خير، ويرزقكم ربي الرحمة والطمأنينة سيرتو لبزاف ناس. نتمنى لكم إن شاء الله كل خير. وهذه هي بونس، هذا هو فيديو اليوم. على بالي بلي كان طويل كالعادة، مي الحمد لله. راح نخلي لكم الشيء اللي كتبته انا في عام العام في شهر جانفي 2023. الاشياء اللي راح نديرهم مجموعة اشياء بسيطة، وان شاء الله نحققهم واحد واحد. اوكي، الى اللقاء، ان شاء الله نخليكم على خير. باي.